بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الناس اللي عندها مكنة خياطة سنجر او اي نوع مكنة خياطة عادية اللي هي مكنة الخياطة المنزلية، ساعات بيحصل في المكنة ان هي صوتها بيتغير او نحس ان هي تقلت شوية او بيحصل فيها يعني ايه، نحس اي عطل يعني، بس ملوش دعوة باللي هو حشر الخيط او اللي هو الباصة او كده. بيبقى يعني المكنة تقلت شوية او ان احنا بنحب ان احنا ايه، ندلع المكنة بتاعتنا كده يعني من غير سبب، يعني ان احنا ايه نعمل لها عملية صيانة كده. ففي بعض مننا بيعمل غلطة كبيرة. ايه الغلطة دي؟ اول ما بيحصل اي صوت في المكنة، صوتها يتغير او تتقل، ان انا بجري على طول على المطبخ واخد زيت التموين واروح ايه احطه في المكنة، احطه في فتحات المكنة. طبعا ده ايام ما كان الزيت رخيص، يعني على اساس ان زيت التموين دوت ايه متداول عندنا وهو موجود عندنا في البيت على طول. وكمان بعد ما سعر الزيت الطعام زيت الاكل غلي، بقينا بنحطه بس بقى ايه بحرص شوية. فاللي بيحصل بعد ما بنحط زيت الطعام دوت في المكنة، بيحصل بنحس بتحسن لحظي في لحظتها بس، لكن بعد كده الزيت بيتراكم على التروس وبيعمل يعني زي ما يكون بيجملح كده او بيتأكسد وبيعمل طبقة فطبقة فوق طبقة، فبعد كده بيؤدي الى تآكل التروس. فاضطر بعد كده ان انا اشيل المكنة على قلبي وان انا اروح اصلحها. فغلطة يعني ملهاش اي سبب، يعني ما ان احنا نعملها خالص، غلطة يعني بسيطة بس ممكن تبوظ لي المكنة خالص يعني. فعشان احافظ على مكنة الخياطة بتاعتي ممنوع نهائي ان انا احط فيها زيت طعام. فمكنة الخياطة ليها زيت مخصص، زيت مخصص لمكن الخياطة. الزيت دوت بيتجاب من عند الناس، من هما اللي بيبيعوا مستلزمات اللي هي الخاصة بالمكن وبأدوات المكن، يعني دي بتبقى ناس معروفين يعني. بيتباع زيت المكنة، بيتباع بجيب في جيركن كده، وبعد كده جيركن صغير بالمنظر ده، وبعد كده ان انا بعبيه في قطرات صغيرة، ومن وقت للتاني بحط ايه، باخد بالقطارة واحط في كل فتحات المكنة، بنزل في كل فتحات الموجودة في المكنة، في كل فتحات بنزل فيها نقط بسيطة كده، وبعد كده بحرك المكنة، بحرك الترس بتاع المكنة عشان الزيت ينزل جوه التروس كلها وايه ويتغلغل جواها كده، ان انا بحافظ على المكنة بتاعتي وبحافظ على التروس بالزيت المخصص للمكن، مش بزيت الطعام نهائي.